حبيبي يا غالي، تسلم تسلم يا هلال يا جميل. طيب يا جماعه، انا بحبك وانا بموت فيك والله، وانا بموت فيك وبعشق. ابراهيم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الله حسن، مساء الفل عليك يا غالي. صدام حسين، ملك البيس، جبر الخواطر، كريم. مين تاني يا جماعه عشان نقول اخبارنا؟ نقول الاخبار بقى عشان الناس زهقت مننا لحد ما مشجعين الهلال السعودي يدخلوا معانا. قلت لك ان النادي الاهلي اقترب بشده من التعاقد مع محمد شريف، والكلام ده انا بقوله على مسؤوليتي الشخصيه. النادي الاهلي على بعد خطوه من اتمام التعاقد مع محمد شريف وعودته للنادي الاهلي مره تانيه. النادي الاهلي على بعد خطوه من اتمام التعاقد مع محمد شريف وعودته للنادي الاهلي مره تانيه. ده اول اخبارنا. طيب اللاعب والصفقه اللي انا قلت لك عليها من يجي شهر واتنين، وهي الباك اليمين احمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا. بقالي 20 دقيقه. الباك اليمين احمد هاني لاعب نادي سيراميكا كليوباترا. حبيبي يا زعيم، ادعم قناه بيت الاهلاويه يا زعيم. الزعيم الهلالي، ادعم قناه بيت اخوك بيت الاهلاويه، اخوك وحبيبك الاهلاوي حمدي بازا كبير مشجعي النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بنسبه 80% او 90% من وجهه نظري، ده حسب الاخبار اللي عندي يا عم محمد يا وجدي، ممكن الصفقه ما تتمش، ممكن الصفقه ما تتمش، ان احمد هاني يكون هو الباك اليمين للنادي الاهلي، ولكن ده بترشيح من اداره السكاوتنج في النادي الاهلي واسامه هلال. احمد هاني في كلام ان النادي الاهلي بيتكلم معاه، في كلام ان هو لافت انتباه وانظار اداره السكاوتنج في النادي الاهلي. حبيبي يا زعيم، ادعم قناه بيت الاهلاويه. كل الناس المحترمه اللي من الجاليه العربيه اللي حابين يدعمونا، دوس على علامه الاس دولارز واختار، يا اما تدعمنا عن طريق عضو منتسب، او عن طريق الملصقات العجيبه، او عن طريق كارت السوبر شات. هقول لك انا، فعندي معلومه ان احمد هاني جاي على النادي الاهلي. احمد هاني جاي النادي الاهلي. حبيبي يا ملك، ادعم قناه بيت الاهلاويه. لا انا اردني حبيبي يا غالي. طيب يا جماعه، ده بالنسبه لاحمد هاني. عايز اقول لك ان محمد شكري ان شاء الله رب العالمين اول صفقات النادي الاهلي، ولكن متبقي حاجه واحده بس. ايه هي؟ ان نادي سيراميكا كليوباترا طلب التعاقد مع كريم الدبيس. طبعا الهلال يا عم ناصر، عم ناصر يا هلال يا جميل، يحيى الهلال، فليحيى الهلال زعيم العرب، الهلال زعيم اسيا، الهلال اللي مكسر الدنيا، الهلال اللي بيقول لك انا ومفيش الا انا اللي سحقت مانشستر سيتي الانجليزي، انا اللي شرفت العرب، انا اللي شرفت اسيا، انا اللي شرفت الكوره العربيه والكوره السعوديه، انا الاسد اهو، انا هلالي، انا بعشق وبموت في الهلال السعودي، انا عاشق ومتيم بالهلال السعودي. رحيل كريم الدبيس عن النادي الاهلي في مفاجأة مدوية. سيراميكا كليوباترا بيحط العقدة في المنشار وبيطلب التعاقد مع كريم الدبيس تمهيدا لرحيل محمد شكري للنادي الاهلي. اسمع اللي بقول لك عليه، عشان الكلام ده مش هتلاقيه عند اي حد تاني. نادي سيراميكا كليوباترا طلب التعاقد مع كريم الدبيس تعويضا لرحيل محمد شكري للنادي الاهلي. يعني من الاخر خد محمد شكري وادينا كريم الدبيس. طبعا النادي الاهلي مش هيوافق، طبعا النادي الاهلي مش هيوافق برحيل كريم الدبيس. يبقى عاجل ورسميا نادي سيراميكا كليوباترا بيطلب التعاقد مع كريم الدبيس لاعب النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي. طيب اقول لك على مفاجاه كمان، هي مش مفاجاه، ولكن عمر الساعي انتقل للمصري البورسعيدي سنه على سبيل الاعاره. عمر الساعي لاعبا في المصري البورسعيدي لمده سنه على سبيل الاعاره. الزعيم الهلالي بيقول احلى اشتراك للبيت الاهلاوي. حبيبي يا غالي، ادعمنا يا غالي، دوس على علامه